لا مو بس العقائد، انا اريد اقول الانتماء، يعني الانتماء مثلا كرد وعرب. نلاحظ هذا الصراع موجود ومخلوق. انا اريد اصل لنتيجه انه اصبح لدينا في المساله مساله تربيه العربيه، وفي علاقات اخرى يعني بين الاطراف، يعني مو ضروره. شوفوا في الصراع الذي خلق في بلادنا كل جارين متقاتلين. احنا كنا نحمل مقاليع نضرب بعضنا بين حميديه وجبيله، نقتل بعضنا ليش ما بنعرف، لكن علينا ان نقتتل. فاهمين مع بعض، بس هم يريدون يوصلوا الى نتيجه. الحوار هو هدفه الوصول الى نتيجه. الجدال لا نتيجه بعدها. اللافت بإيران هي كردية وسنية، وردود الفعل شملت يعني تقريبا كل جغرافيا إيران. نبحث كثيرا ونجتمع على هذه العناوين. أعتقد بداية يمكن أن نؤسس عليها. أعطي الكلمة للصديق فراس قصاص. هي التسامح بالمعنى الفلسفي للكلمة. هو هذا العنوان اللي اخترناه للمنظمة تبعتنا. المنظمة حديثة التأسيس، عمرها يمكن شهر ونص. هي إدارة للصراعات بتقوم على أساس الاعتراف بالآخر ولو على مضض، ولو وأنا متضايق، يعني أنا أعترف بالآخر المختلف. في حديث في مقاربات فكرية في سوريا، وبشكل رئيسي الآن كردي يعترف بهي المناسبة. فكان بشكل طبيعي هاي العناوين تفرض حالها علينا. الحوار العربي الكردي ضروري جدا، انا اعتقد ما في حدا من الاصدقاء يختلف معنا في هذه القصه. الاسري وتزويج القاصرات والزواج القسري. في هذا المجال نحتاج الى تشكيل اكاديميات ومؤسسات معرفيه وعلميه وتربويه